النهاردة هحكي قصة وحكاية هتشدك جدا. حكاية ابن باشا كبير ساب العز والفلوس والسلطة وسافر برا عشان يبقى ممثل. يوسف وهبي اتولد في الفيوم سنة 1898. كان ابن باشا كبير اسمه عبد الله باشا وهبي. الراجل ده كان عايش في عز وجاه وسلطة، وأكيد كان مستني ابنه إنه يكمل نفس المشوار في منصب حكومي كبير. لكن الغريب بقى إن يوسف وهبي من وهو صغير كان عنده شغف غريب جدا بالمسرح والتمثيل. كان بيحبهم جدا، وكان بيهرب من البيت بالساعات عشان يتفرج على الفرق اللي بتيجي تعرض في الفيوم، وكان بيقعد يقلد الممثلين قدام أصحابه. ولما كبر شوية قرر إنه مش هيبقى زي باقي أولاد البشوات، لا عاوز يبقى قاضي ولا موظف كبير ولا باشا جديد. هو كان شايف نفسه واقف قدام الناس على المسرح، وده كان وقتها عيب كبير، لأنه في بداية القرن العشرين التمثيل ده كان بيتشاف على إنه عيب ولعب عيال أو مهنة مش محترمة. لكن يوسف وهبي مهتمش بالكلام ده ولا كلام الناس ولا حتى من غضب أبوه منه. واتقال وقتها إنه اتخانق مع أبوه لأن الأب كان معترض إن ابن الباشا يبقى ممثل، لدرجة إنهم قطعوا بعض فترة طويلة. يوسف وهبي سافر أوروبا مخصوص عشان يتعلم المسرح. راح إيطاليا وقعد يدرس هناك واتعرف على ممثلين كبار واتعلم أصول التمثيل على الطريقة الأوروبية. ودي كانت مغامرة خطيرة جدا، لأنه مش مسافر عشان يتفسح، لأ، ده باع جزء من ممتلكاته وخد فلوس من هنا وهناك عشان يقدر يعيش ويتعلم. تخيل بقى إن ابن الباشا سايب القصور والفلوس وقاعد في بلد غريبة بياكل باليومية، وده كله عشان يحقق حلمه. الصحف الإيطالية كتبت ونشرت أخبار صغيرة عن الشاب المصري اللي جاي يتعلم الفن، والجرايد في مصر لقطت الأخبار دي وبدأت تكتب عنه، والناس كلها اتفاجئت إزاي ابن باشا يسيب العز ويدخل في مجال كانوا شايفينه إنه مش محترم. يوسف وهبي رجع مصر وهو شايل معاه فكر جديد، وقرر يعمل حاجة محدش عملها قبل كده. أسس فرقة رمسيس سنة 1923، ودي كانت بداية المسرح الحديث في مصر. وجاب ديكورات وملابس من أوروبا وقدم مسرحيات بطريقة احترافية، والناس اتجننت على العروض واسمه بقى في كل بيت، والجرايد ما كانتش بتسيب ليه عرض إلا وتكتب عنه. لكن أخطر لحظة في حياته كانت في نص العشرينات، لما جاله عرض يعمل فيلم كبير عن بداية الإسلام. الفكرة كانت من مخرج تركي، وكانوا عايزين يوسف وهبي يلعب دور ضخم في الفيلم، لحد لما اتقاله إنه هيمثل شخصية النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ودي كانت بالنسبة للناس وقتها كارثة كبيرة، والأزهر غضب جدا، والدنيا كلها قامت، والجرايد نشرت تحذيرات شديدة، والناس كانت بتقول إزاي يمثل النبي. الضغط كان فظيع لدرجة إن يوسف وهبي نفسه اتخض، وفي الآخر انسحب من المشروع قبل ما يحصل فتنة كبيرة والموضوع اتلغى. وده الموقف اللي خلى اسمه يتكتب في التاريخ، مش بس كفنان ولكن كواحد عرف امتى يقف ويختار الصح. بعدها كمل، ما سابش الساحة، وبالعكس زود مجده واشتغل سنين طويلة في المسرح والسينما، وقدم أعمال لسه عايشة لحد النهاردة. واتعرف كواحد من عمالقة الفن في مصر والوطن العربي. يوسف وهبي اتجوز أكتر من مرة، ومن ضمن زوجاته ممثلة إيطالية اتعرف عليها هناك أيام دراسته ورجعت معاه مصر. يوسف وهبي قصة تمرد وتحدي. ابن باشا رفض يبقى نسخة من اللي قبله، وقرر يسيب الدنيا كلها ورا ظهره عشان يحقق حلمه. والقصة دي مش حكاية فنان وبس، دي رسالة لأي حد عنده حلم، إنه يتمسك بيه وما يستسلمش، ولا تسمح لحد يحدد لك أنت مين، فما تستغربش. ودي كانت حكاية يوسف وهبي اللي قلب مقاييس الفن في مصر كلها. لو عجبتك الحكاية دوس لايك وشير الحلقة عشان غيرك يسمعها، واستنوني في الحلقة الجاية مع حكاية أغرب وأقوى. وشكرا.